ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى ايه المطبخ هنقلبه مصري مش تركي. لا خلاص بقى تركي إيه؟ احنا عايزين الاتراك بقى هما اللي يقلدونا. هنعمل ايه النهارده؟ الوانات بتاعتنا احنا بقى. اول حاجه معايا علبه لاكيه. ممكن تجيبيه لامع، نص لمعه، مط، زي ما انت عايزه. فضي منها حبه في علبه بره، يعني انا كده كده هعوز الابيض يفضل ابيض عشان هعمل بيه حاجات تانية برضو، فمش هلون كله معايا. هفضيه في علبة، وهستعمل خشبة كده رفيعة، حاجة رفيعة معاكي تكوني مش هتستعمليها في اي حاجة تاني تكوني مش عايزاها. ومعايا لونين، اخضر واصفر، عشان اعمل الدرجة اللي انا عايزاها. انا النهاردة عايزة اعمل اللون البستاج، اللون اللي هو على العلبة ده. شايفين العلبة بتاعت اللاكي لونها عامل ازاي؟ انا عايزة اعمل اللون ده. انا اللون ده بعشقه بصراحة، من عشاقه. فاول حاجة هعملها، هحط من الاخضر وهحط من الاصفر لما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. هحط الاخضر اول حاجة. هنا بحط الاخضر اهو. اول حاجة هحطها الاخضر عشان اقلبه الاول. شوف درجته عايزة قد ايه اصفر، اقلب فيه كويس. بعد كده هحط عليه بقى اصفر لغاية اما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. انا عايزة الدرجة اللي هي البستاج، اللي هي الليموني دي. تحطي وتقلبي كويس. بص اللون ابتدى يبان اهو. كل ما هتحطي اصفر كل ما هيفتح معاكي ويديكي درجة تانية مختلفة خالص، فانتي تحطي واحدة واحدة لغاية ما توصلي للدرجة اللي انتي عايزاها. هو كده عايز لسه شوية تاني. بصوا الفرق ما بين اللون هنا اهو واللون اللي على علبة. حط شوية كمان. انا كان ممكن اجيبه جاهز، بس انا عايزة الابيض برضو عشان هعمل بيه حاجات تانية بيضة. بصوا اهو، اهو اللون ابتدى يجي معانا اهو. كل ما تعوزي تفتحي او تغيري الدرجة تزودي بقى اصفر معاكي اهو. بصوا اهو اللون اهو اللي انا عايزاه. اشيل بقى العصاية خالص كده، مش محتاجينها. هطلع معايا الفرشة بقى بصوا هنجيب البرطمانات دي عندنا كلنا منها، اللي هي بتاعت الطقم التوابل الدوار. هروح دهناها. انا ديت انا هعمل معاكم اشكال تانية. انا ديت عملتها، دهنتها كلها، وهدهن الغطا بتاعها برضو ابيض. يعني انا هخلي ديت اللون ده والغطا بتاعها اللون الابيض، وهحط ورقة ستيكر على الغطا من بره، بحيث ابقى عارفة هي فيها ايه. يعني ابقى عارفة العلبة دي فيها ايه، فلفل، كمون، بهارات، ابقى عارفة ايه الحاجة اللي جواها. فعشان كده هعملها كلها. لو انتي مش حابة تحطي ورق او تكتبي، ممكن برضو تستخدمي الشريط اللي محطوط جنبي ده في الفيديو، زي ما انا هعمل بيه برضو لسه حاجات تانية. وتسيبي جزء باين عشان خاطر تعرفي البهارات اللي موجودة معاكي ايه. انا هدهنه اهو، هدهنه من تحت برضو زي ما انتوا شايفين كده معايا اهو. هدهن برضو التاني. انا قلباه عشان خاطر انا دهنه القاعده بتاعه البرطمان من تحت. لو انتي مش دهنه البرطمان ممكن توقفيه عادي كده او كده عادي برضو. انا حابه ان انا ادهن القاعده عشان تبقى كله معايا شكل واحد. انتي براحتك يعني، عادي ممكن تعملي من فوق، ممكن تعملي من. هنا معايا بقى برطمانات اللي هي بتاعه المربى وبتاعه الصلصه والحاجات ديت. هستعمل بقى الشريط اللي قلتلكوا عليه. هحط على حسب بقى ما انت عايزه تعملي ازاي، يعني انت على حسب انت وذوقك براحتك. انا هعمل من تحت، هخفي جزئيه كده الزق عليها. ده بتجيبيه برضو من عند الموان مع البويه والحاجات دي، بيبقى سهل في شيله، في شيله. يعني تعرفي تشيليه بسهوله من على البرطمان. ده اصلا اللي بيستعملوه يعني اللي هم النقاشين اللي بيبيضوا كده بيحطوه يشيلوه برضو. هلف بقى البرطمانات كلها. انا حابه اعمل كذا شكل، يعني انا عندي الاتنين اللي ورا لو شايفينهم دول عملتهم كلهم.
بس هحط على الغطا بتاعهم من فوق. انما دول انا حابه اغير، يعني مش عايزه يبقى كله شكل واحد. دول انا حابه اغير في شكلهم. هلزق البرطمان كله كده من فوق ومن تحت. انا نسيت اقول لكم برضو ان انا الدهان اللي معايا ده انا خففته حاجه بسيطه قوي بالتنر او بالنفط، اللي هي الازازه الخضراء اللي ورا دي. خفيه شويه، وعايزاه تقيل براحتك، بس انا لقيته تقيل قوي بصراحه، يعني لا خفيته شويه احسن. حاجه بسيطه يعني، مش حطيت كتير يعني. هبتدي بقى ادهنهم معاكم كده. وهنا معايا ازازتين برضو من اللي هما بتوع الزيت زيتون والصوصات والصويا صوص والحاجات دي. عملتهم بالمنظر ده لان انا هعملهم، هخلي واحده للخل واحده للزيت، فلو عملتهم كلهم مش هبقى عارفه انهي اللي فيها خل وانهي اللي فيها زيت. فانا هعملهم كده عشان يبقى باين ايه اللي جواهم. برضو الاستيكر الرفيع ده هيتشال، هيبقى مبين. هدهنهم كلهم بقى. بصي، وتخلي ايدك كده ماشيه بالطول، يعني تجيبي من فوق لتحت او من تحت لفوق، يعني بالطول مش بالعرض، لان الدهان كده كده هينزل معاكي على تحت. انت هتحطي الازازه واقفه، فالدهان هينزل معاكي على تحت. فما تعملهوش بميله، يعني ما تعملهوش بالعرض، لا خليكي بالطول عشان ما يبقاش مسيل قوي وشكله مش حلو. انا هنا هعمل الازازه اهي كلها لغايه فوق برضو، بس انا سايبه جزئيه بس من فوق. خلصت اول ازازه. دي التانية برضو قلنا هنعمل واحده للخل وواحده للزيت. انا ما حبيتش بصراحه اعمل. هنا هو برضو شكل تاني معانا. احنا عملنا الساده وعملنا اللي بخط من فوق وخط من تحت والازايز مخططه. ده بقى خط واحد من النص اللي هيبقى فاضي. برضو اللي عليه اللي انا فاصله فيه خطوط فاضيه، ده انا مش هكتب عليه، ان ده كده كده الحاجه اللي جواه هتبقى باينه. انما اللي انا ما عملتهم من غير خطوط فاصله في الاول، دول انا كده كده هحط عليهم ستيكر من على الغطا عشان اعرف الحاجه اللي فيهم ايه. هما وهما في الطقم الدوار اصلا كده كده الغطيان بتبقى باينه، فهبقى كاتبه عليه وهيبقى باين، هيبقى باينني من الكتابه إيه اللي في البرطمان. بصوا هنعمل بقى البرطمانات كلها كده برضو من فوق ومن تحت كله. انا بسيب بس الطرف اللي هو بتاع الغطا، بتاع قفلة الغطا اهو. عايزة اقول لكم يا بنات، بصوا بزقها الاول اهو بحاجة رفيعة عشان ما بصمش عليها. عايزة اقول لكم ان البرطمانات دي بعد ما تعملوها استحالة تحطوا فيها التوابل تاني يوم. هنا بقى يا حبايبي خلاص، بصوا بعد ما خلصت اهو الغطيان بيضة والعلب كلها بستاج. مصر يكسب طبعا. بصوا دي اللي مقسومة من النص، وفي التانيين لسه برضو ما فكتش، انا دول كنت ببص عليهم بس كده. وديت اهي المخططة جميلة جميلة. بصوا شكلهم يفتح النفس على الطبخ والله. اللي هيعملهم مش هيخرج من المطبخ. بصوا اهو. لسه هفنش بقى الشكل النهائي معاكم. الفرشة هنا حطيتها في التنر عشان ما تنشفش، اوعي تسيبيها بره، لازم تحطيها في التنر. هزوق بقى معاكم الحاجات دي كلها، هوريكم الشكل النهائي بتاعها الفيديو الجاي ان شاء الله، عشان ما اطولش عليكم، عشان ما يبقاش الفيديو ده طويل. متنسوش بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وشيري لصاحبتك اللي عايزه تقلب تركي، قولي لها لا تعالي عندنا هنا المصري احلى بكتير. اهو بصوا